وشكون ما يحبش العجه بالمرقيز التونسيه. دونك يجيو نطيبوها مع بعضنا. باش ناخذ كميه نتاع زيت صغيره، زيت نباتي المحبذ، زيت نباتي يكون. باش ناخذ 5 فصوص ثوم بعد ما قصيتهم جويدين بالكدا، باش نخليهم يتقلاو دوبلاش في الزيت. اون فوا خليت الثوم يسخن شويه يتقلى شويه مع الزيت، مازال معناتها ما تبدلش لون وما تزبلش. باش نزيد كميه المرقاز اللي عندي. انا خذيت 10 كعبات مرقاز، كيما تشوفوا قصيتهم كل كعبه على 3، ويبقى لكم انتم الاختيار، تنجموا تخلوها الكعبه كامله وتنجموا تقصوا على 2. بالنسبه لي انا الطريقه هذه راهو ما نحبش نحط البصل في العجه بالمرقاز، على خاطر الثوم هو اللي باش يفوح لي، وما نحبش البصل يسيب الماء نتاعو بعد. دونك انا اليوم حبذت باش نعملها بالثوم. دوب ما المرقاز بدا ياخذ غلوه، ديجا تشوفوا كيفاش سيب في الماء نتاعو، ديجا ما شاء الله، يعني الزيت ديجا ولا بريسك دوبل. هذاك علاش انا ما نحبش نحط فيه البصل، راه خاطر ديجا البصل يزيد يسيب الماء. توا عندي كعبتين طماطم قصيتهم طريفات صغار بعد ما قشرتهم. دونك باش نزيدهم في الوقت هذايا باش نخليهم يتخليو مع الثوم ومع المرقاز. خليت الطماطم نتاعنا ديجا تشوفوا فيها يعني بدات تذوب. توا باش نزيد كميه الطماطم المعلبه. انا باش نزيد يعني مغرفه، باش تجيني مطمطمه برشا. باش نعمل نتاع 5 افراد. دونك باش نعمل عملت كعبتين طماطم يعني كعب. بالنسبه للطماطم معجونه مغرفه مكومه، مغرفه كبيره مكومه شويه. فوالا شنو نقعد نقلي فيها، وفي نفس الوقت باش نزيد الفحات نتاعي. دونك اول حاجه باش نزيدها هي الهريسه العربي اللي باش تفوح لي العجه نتاعنا، تعطيها خطوه زويزه وتعطيها بنه. فوالا باش نخليها تقلى مع الطماطم كيف كيف. باش نكمل نزيد الفحات نتاعي، رشه خفيفه كركم، مغرفه صغيره ملح. مع العلم انه المرقاز راهو جينيرالمون يبدا مالح، دونك لازم نردوا بالنا ما نخليوش العجه نتاعنا تجي مالحه. رشه فلفل اكحل، مغرفه صغيره تابل، ومغرفه كيفها فلفل احمر، وكيفهم مغرفه هروس فلفل مهروش. فوالا باش نخلي توا المكونات نتاعي تتقلى مع بعضها مده 3 دقائق، وباش نمثلها بشويه ماء. قليت مكوناتي كما قلت لكم مده 3 دقائق. توا باش نمرقلها دوبلاش بشويه ماء سخون باش نخلي اكل المرقاز يطيب في عقله. فما شكون راهو من الاول يقلي المرقاز ومن بعد ينحيه يكمل يطيب ومن بعد في الاخر يرجعوا. انا ما نحبذش الطريقه هذه، ويبقى الاختيار طبعا لكم انتم، راهو كل واحد وطريقته. لكن راهو تبعوني الوصفه هذه، راهي صدقني بنينه 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 بنينه، ماكمش باش تندموا كي تتبعوا الوصفه نتاعي. دونك باش تخليه يتقلى يعني مده تقريبا درجه ونص هكاك 7 دقائق، نرجعوا نشوفوه. دونك عداو ال7 دقائق نتاعنا اللي قلت لكم عليهم. شو كيفاش معناتها محلاها، كيفاش خرج زيتها. كعبات المرقاز طايبين نورمالمون مرقلين. توا باش نحط خديت 3 جرينات فلفل قصيتهم رندلات جويدين. توا باش نزيدهم في الوقيته هذيا دوب نذبلهم، ومن بعد باش نحطوا كعبات العظم. بعد ما خليت جرينات الفلفل يتذبلوا الوقيته هذيا، دونك وقيت باش نزيد كعبه العظم نتاعي. كيف ما قلت لكم انا باش نعمل 5 كعبات عظم. دونك باش نفقصها. الريحه ما نحكي لكم مش على البنه. دونك هذوما 3 وهذه 4 والخامسه باش نخليها نخلطها زياده، معناتها نخلطها خلوط باش نخليها يعني رايبه شوي. كيما تشوفوا المنظر ما نحكي لكم مش على البنه. حركوا دوبلاش ونخليو الكعبات نتاع العظم يطيبوا.
باش نتفقدوا كعيبات العظام نتاعنا. فوالا نورمالمون سي بون طايبين. توا باش نزيد كعبه عظم اخيره اللي باش نخليها يعني رايبه. فوالا اللي يحب ما يحبش مروب راهو سي با لا بين يولي يخليها تيب كلها هكايا ميم با دقيقتين ونطفيو عليها. هكا تكون العجه نتاعنا حضرت ما شاء الله. المنظر يشهي والريحه بنينه. تو ما بقى كان باش نقص عليها وباش نعمل لها رشه فلفل اكحل اخيره. اللي يحب عنده شويه معدنوس ينجم يعمل لها راهو رشه معدنوس. انا ما نحبش المعدنوس الحقيقه وبنتي زاده ما تحبش المعدنوس لذا باش نخليها هكاكا. نوريها لكم توا في صحن التقديم. وهذه عجتنا حضرت. حبيت نخليها في المقله نتاعها. اصلا المنظر احلى ومعناتها وظاهره بنينه تهبل. ناكلوها مع هكا مع خبز شويه خبز طابونه. تاكلوا صحه وبالشفاء. ما نحكي لكمش على البنه. تشهي تشهي تشهي. هيا وبسم الله.